هتلاقي نفسك ما بتاخدش احياء، انت بتاخد اموات. ده تعليقات الطلبه كده. يشرح المناعه في النبات المكتوب في كتاب الوزاره في ورقه في حصه، ويشرح آلية المناعه في الانسان اللي موجوده في اخر المناعه في حصه. دي تساوي دي؟ طب يا دكتور احنا عاملين لك يا اخي محاضرتين، منهم محاضره قدام عينك المناعه في النبات. خش اسمع المناعه في النبات، هتلاقي نفسك ما بتاخدش احياء، انت بتاخد اموات. ده تعليقات الطلبه كده. يبقى من فضلك خش اسمع المحاضره دي. المحاضره الثانيه آلية المناعه في الانسان، نزلنا الكلام ده على اليوتيوب، نزل بقاله ساعات. خش يا ابني اسمعها. لما تسمع المحاضرتين دول بقى قدام عينك وتلاقي نفسك مش فاهم حاجه، واحنا بنحل امتحانات رسميه فيهم وبنحل من كل المصادر، لما تلاقي نفسك مش فاهم حاجه يبقى الحل ايه؟ الحل بقى تخش تشترك في المناعه. طب ليه؟ عشان دي درجاتها مضمونه، بس انت مش فاهمها، انت عمال تحفظ وتنسى. في حد عاقل يشرح المناعه في النبات المكتوب في كتاب الوزاره في ورقه في حصه، ويشرح آلية المناعه في الانسان اللي موجوده في اخر المناعه في حصه؟ دي تساوي دي؟ يشرح خلايا الدم البيضاء ويشرح الاعضاء الليمفاويه في حصه، ويشرح الاجسام المضاده والمواد الكيميائيه المساعده في حصه، ويروح يشرح آلية المناعه للاسئله كلها فيها في حصه. بص كده في اي كتاب خارجي، بص كده في كتاب الامتحان، كميه الاسئله اللي جت في آلية المناعه في الانسان بس الحصه دي. ازاي ده بيشرح في حصه؟ هو الاستاذ ما عندوش خبره ومش فاهم حاجه وعمالين نكروت على العيال وبنضحك عليهم، مش ده اللي انا قلته؟ وهنخش في الدي ان ايه جري قدام عينك وهنوقع العيال. طب الدي ان ايه بقى والمناعه 24 درجه، تخش تسمع الكلام ده موجود على اليوتيوب. لو لقيت نفسك مش مظبوط لو سمحت خش اسمع بقى الكلام ده، عشان الدي ان ايه والار ان ايه ده 16 درجه، ده اصعب موضوع في الكتاب واكبر موضوع عليه درجات، والمناعه عليها 8 درجات، وبالنسبه لطالب الازهر الدي ان ايه ده عليه 20 درجه، والمناعه دي مش اقل من 8 درجات، يعني 28 درجه، يعني نص الماده. يبقى بسرعه تخش تتواصل مع فريق عملنا وتسمع هذا الكلام. احنا عاملين لحضرتك التكاثر بالكامل في 4 محاضرات، وعاملين لك الجيولوجيا بالكامل في 8 محاضرات كورس مكثف. اللي عنده مشكله في حاجه يخش يتواصل مع فريق عملنا ويحل مشكلته خلال الثلاث اربع اسابيع الجايين دول. بقول كلام بسيط اهو، واحنا هنفصل لك حاله للمراجعه، ما تقلقش. لو اتاخرت عننا حتى في المراجعه اسبوع ولا حاجه هنعمل لك الحاجه اللي تمشي معاك، وهننظم لك وقتك اللي يمشي معاك. انا مش بخاطبكم عشان تجيبوا في الاخر 30 من 60 ولا 32 من 60، انا عيني على 60 من 60، وعايز كل طالب يسمعني عينه على 60 من 60. طب لو هتشترك في اكتر من كورس على المنصه هم هيريحوك في الحته الماديه دي، ومش هيبقى في اي مشاكل ان شاء الله. المهم تعدوا المرحله دي باقصى سرعه ممكنه عشان ما عندكش وقت.